فيلم ذا انجل. الفيلم بيبدأ سنة 1973 في مطار روما. بنشوف مروان وهو واقف قدام الضابط في المطار وبيسأله جاي روما يعمل ايه. مروان بيرد عليه بيقول له انه جاي بصفة رسمية. مروان بيطلب من الضابط ان هم يفتشوش الشنط بتاعته علشان الشنط دبلوماسية. الضابط بيقول لهم يسيبوا الشنط علشان معاه جواز سفر دبلوماسي، فبيختم جواز السفر وبيقول له اقامة سعيدة. مروان بياخد الشنط بتاعته وبيخرج من المطار وبيروح لمكان يقابل ناس فيه وبيفتح الشنط، فبنشوف فيها صواريخ. بنرجع للمطار تاني وبينادوا على رحلة رقم 136 اللي رايحة فلسطين. بنشوف الاشخاص اللي اخدوا الشنطة بيجهزوا الصواريخ. مروان بيكون معاهم فبيقول لهم انه هيمشي. واحد منهم بيقول له خليك معانا. مروان بيرد عليه وبيقول له ما ينفعش لانه شخصيه سياسيه ومعروف. الشخص ده بيطلب من مروان انه يوصل شكره للرئيس السادات ويقول له عايز يشوف ارضه متحرره وترجع فلسطين تاني. الطياره بتبدا تجهز علشان تطير، فبيجهزوا الصواريخ وبيصوبوا ناحيتها. بنرجع فلاش باك قبل 3 سنين علشان نعرف مين اشرف مروان وايه قصته وكان بيعمل ايه في المطار بالصواريخ دي وايه علاقته بالناس اللي وصل لهم الصواريخ. بنروح لبيت السفير المصري في لندن سنه 1970. بنشوف الرئيس جمال عبد الناصر ومعاه النائب الرئيس انور السادات وهم داخلين بيت السفير. بيبدا يدور حوار بينهم. الرئيس جمال عبد الناصر بيتكلم وبيقول لهم ان الموضوع المهم اننا نرجع الارض اللي استولى عليها الكيان، وبيقول لهم ان المشكله مش في الكيان، المشكله في اللي بيساندهم. مروان بيتدخل وبيقول لهم ان المشكله مش مين بيساندهم، المشكله مين اللي بيساندنا احنا. الرئيس جمال بيستهزأ بيه قدام الناس وبيقول له تقصد الاتحاد السوفيتي؟ طب ممكن تعرفنا وتفهمنا؟ مروان بيعتذر له على انه اتدخل في الموضوع وبيقول له على المدى البعيد الاتحاد السوفيتي هينهار علشان فكره الغير سليم. جمال بيقول له ان القوه الوحيده اللي تقدر تقف قدام امريكا هو الاتحاد السوفيتي. بيستهزأ بيه تاني فبيضحكوا عليه. مروان بيكون متضايق من تصرفه ده. بيدخل بالصدفه بيسمع الرئيس جمال وهو بيكلم بنته منى اللي تبقى مرات مروان وبيقول لها على تصرفات مروان وانه غير مسؤول وانه غبي، وبيقول لها انه ندمان انه وافق على جوازهم. بيظهر شخص واقف بعيد بيراقب مروان فبيشوفوا مروان فبيمشي. تشوف مروان ومراته منى وهم في العربيه. منى بتقول له انت كويس؟ فبيقول لها انه سمع كل حاجه وبتحاول تهديه وبتقول له ان الكلام ده اتقال قبل كده. مروان بيقول لها انت موافقه انه يهني كل شويه كده؟ بنشوف مروان بعد كده هو في المحاضره والدكتور بيتكلم عن واحد اسمه غربو كان عنده مزرعه وكان فاشل بس بقى اعظم عامل مزدوج في التاريخ. مروان بيسمع الكلام ده فبيبدا انه يركز فيه. صاحبه بيكلمه وبيقول له انهم متجمعين النهارده في مكان اسمه باغ اونيلز. مروان بيروح المكان وبيقابل صاحبه وبيسلم عليه. صاحبه بيقول له تعرف ديانا اليس؟ فبنشوف وهي جايه بتسلم عليه وبتقول له انا عرفت ان انت ابن الرئيس المصري. فبيقول لها انه جوز بنته. بنشوفه بعد كده هو عمال يشرب ويسكر. بيروح بيته وبيصحى يقول لمراته انه نام كتير وانه رجع متاخر امبارح. مراته بتقول له كنت مع مين؟ فبيقول لها انه كان مع اصحابه في الجامعه. منى بتدي له ظرف وبتقول له سامي شرف هو اللي جابه. بيفتح الظرف بيلاقي صوره وهو بيلعب قمار. مراته بتقول له رجعت تلعب قمار تاني وبترقص مع ديانا. بيتعصب عليها وبيقول لها هو ابوكي بعت سامي شرف علشان يتجسس عليا. فبيقول لها ان سامي عايز يخلي شكله وحش قدام ابوها، وانا بتقول له ان ابوها عايزهم يرجعوا مصر. مروان بيصدم وبيقول لها والدراسه؟ فمراته بتقول له دراسه ايه؟ في القمار والسكر. وبتقول له انت عارف انا ممكن اعمل ايه علشان احميك بس ابويا هو اللي متحكم في الفلوس. بتقول له كمان انه عايز يطلقها منه. مروان بيتفاجئ بكلامها وبيقول لها وانت عايزه ايه؟ فبيتضايق وبيكسر البراد وبينزل لكابينه التليفون وبيتصل بحد وبيبان انه بيتصل بسفاره الكيان الصهيوني. بيطلب منهم انهم يوصلوه بالسفير مايكل كوماي. بيسالوا مين اللي عايزه. مروان بيقول له هقول انا مين للسفير، فبيرفض انه يوصلوا بيه غير لما يقول اسمه. مروان بيتردد انه يقول له بس بيقول اسمه في الاخر. My name is أشرف مروان. الشخص بيقول له ايه اللي اقدر اعمله لك؟ مروان بيقول له انه معاه معلومات تهم المخابرات وانه عايز يقولها للسفير. بيرد عليه الشخص انه مش موجود دلوقتي. مروان بيقفل السكه في وشه وبيتعصب جدا وبيمشي. بنشوفه بعدها هو في الجامعه فبيدخل الناس وقت المحاضره وبيسالوا عليه. فالدكتور بيقول لهم في حد هنا اسمه اشرف مروان. مروان بيسمع اسمه وبيتنح وبيبقى خايف يقول لهم، فبيرفع ايده وهو متردد وبيطلبوا منه انه ينزل وبيخرج معاهم وهو قلقان. بيلاقي مدير الرئيس سامي شرف واقف مستنيه. مروان بينزل وهو قلقان. سامي بيبلغه ان الرئيس جمال مات فبينصدم مروان. بنروح للقاهره بعد كده وبنشوف مروان وهو قاعد وبيسيب مراته وبيطلع مكتب الرئيس وبيكون سامي شرف بيراقب تحركاته. بيدخل يفتش في المكتب على اي اوراق مهمه. سامي بيطلع وراه علشان يشوفه بيعمل ايه. مروان بيسمع حد جاي فبيستخبى تحت المكتب. بيطلع شخص بيقول لسامي ان في حد عايزه فبيخرج وبيقفل الباب. مروان بيرجع يدور في الادراج لحد ما بيلاقي ملف مهم. بنشوف الرئيس السادات وهو قاعد مع الوزراء وبيتكلم ازاي يرجعوا الارض اللي احتلها الكيان. بيقول انه لازم يتكلم مع امريكا ويحاول يلاقي حل دبلوماسي. سامي شرف بيقول له انه خطوه زي دي ممكن تخسرنا الاتحاد السوفيتي. طبعا بيكونوا رافضين فكرته فبيقدموا استقالتهم. مروان بيروح للرئيس السادات علشان يقابله وبيقول له ان معاه ملفات مهمه. فبيطلع الملف وبيقول له انها رشاوي تخص الوزراء اللي استقالوا. السادات بيقول له انت وصلت الملفات دي ازاي؟ مروان بيقول له انه كان بيدور على اي حاجه تخص منى ومراته لان حالته الماديه مش كويسه. السادات بيطلع قرار بالقبض على الوزراء وبيعين مروان مساعد الرئيس. مروان بيرجع لندن لمراته وابنه جمال. بيجي له تليفون واحده بتقول له انت اشرف مروان مدير مكتب الرئيس؟ أشرف مروان. Yes, this is he. فبيقول لها اقدر اساعدك ازاي؟ فبتسمعه تسجيل ليه لما اتصل بالسفاره قبل كده. Michael Comey, Israeli ambassador, please.
مروان بيسمع صوته فبينصدم، فبتقول له انهم قبلوا العرض بتاعه وبتقول له على فندق يكون موجود فيه الساعه 10. فبيروح المكتب بتاعه وبياخد اوراق من الخزنه وبيخرج وبيروح الفندق زي ما اتقال له. بيبص في الازاز وهو ماشي بيعرف ان في حد بيراقبه. بنشوف اليكس وده عميل في الموساد بيجهز نفسه علشان يقابل مروان، فبيروح له وبيقول له يروح معاه. فبيروح مكان امن وبنشوف واحد اسمه جودة بيقول لمروان انت بتعمل كده ليه؟ فبيكرر السؤال اكتر من مره. مروان بيكون مقلق اللي هيكونوا بيسجلوا له تاني زي ما حصل قبل كده، وبيطلب منهم يتكلموا بره. جودة بيهدده وبيقول له لو خرجت هنبعت التسجيل للصحافه المصريه. فاليكس بيقول له لو عايز تتكلم بره مفيش مشكله. فبيقعدوا بره. مروان بيطلع ظرف وبيقول لهم ده علشان نثبت حسن نيتي. فاليكس بيقول له سيبه على الترابيزه هناخده واحنا ماشيين، وبيقول له اتمنى ان احنا نلاقي حاجه تقنعنا علشان نشوفك تاني. مروان بيكون متفق مع ديانا انها تصورهم، فبيروح يقابلها بعد كده وبيقول لها صورت كل حاجه وبيطلب منها الصور، بس هي بتقول له لازم تعمل حاجه ليا علشان اديك الصور. ديانا بتحاول تعرف مين اللي كان قاعد معاهم، فبيقول لها انه شغل وبيقول لها انه حاجه مش مهمه. فبتدي له الصور وبيشكرها وبينزل من العربيه. بتقول له رايح فين؟ بيقول لها هرجع للفندق. فبتقول له هوصلك. فبيقول لها انها فكره مش حلوه. بنروح لمقر الموساد وبنشوف اليكس وجوده وهم داخلين على رئيس الموساد سيفي زمير. بص على الملف اللي مروان اداه لاليكس وبيقول له ان المعلومات مهمه، بس جوده بيقول له ان في حاجه غلط وانا مش واثق فيه. فزمير بيقول له مش مهم، المهم ان المعلومات صح وده اللي يهمنا. زمير بيرجع يقول له بس انت عندك حق، هو ليه اتصل بينا وجاي لينا احنا ليه؟ اليكس بيقول له لانه محتاج فلوس. زمير بيقرر ان اليكس هو اللي هيتعامل مع مروان وبيطلب منه انه يراقب كل تحركاته في لندن. مروان بيوصل لفندق وبيكون في 2 بيراقبوه وبنشوف اليكس وهو رايح يقابله. اليكس بيقول له جبت لي ايه المره دي؟ مروان بيقول له انه في الجاكيت بتاعه وبيقول له ان احنا لازم نغير الارقام بتاعتنا وكل واحد ياخد جاكيت التاني. اليكس بيسلمه شنطه فيها فلوس علشان الاوراق اللي سلمها مروان، فمروان بيديله الرقم بتاعه. اليكس بيقول له لازم نتفق على طريقه نوصل لبعض فيها في حاله الطوارئ ولا ما بنعرفش نكلم بعض. مروان بيقول له تقصد في حاله الحرب؟ فبيقول له لو حصل حاجه زي دي هتصل بيك واقول لك على عمليه توصيل مواد كيميائيه. اليكس بيقول له طب لو الخطر قريب؟ مروان بيقول له هنستخدم كلمه بوتاسيوم. تاني يوم بنشوف مروان في الشارع ونفس الاشخاص بيراقبوه. مروان بيحاول يهرب منهم وبينزل المترو، فالشخص ده بينزل معاه وبيروح يقابل اليكس تاني وبيقول له ان اسمه الحركي هيبقى الملاك. مروان بيطلع معلومات جديده وبيديها له وبيقول له عيد ميلاد سعيد وبيندهه باسمه الحقيقي داني. فبينصدم. مروان بيقول له كلنا عارفين ان انتم بتدوروا على الشخص اللي في الصوره. فداني بيقول له انت جبت المعلومات دي منين؟ مروان بيقول له من نفس الاشخاص اللي قالوا اسمك الحقيقي وبيقول له لازم يبقى في ثقه بيننا. داني بيرجع بيته لمراته وابنه ومروان كمان بيروح بيته وبيقعد يحكي قصه لابنه وداني كمان بيفضل قاعد جنب ابنه. بنرجع للقاهره وبنشوف الرئيس السادات وهو مجتمع مع قاده الجيش وبيدرسوا خطه الهجوم. بيكون موجود مروان في الاجتماع. فبيخلص الاجتماع ومروان بيطلب من السادات انه ما يهاجمش دلوقتي، فبيقول له ان خلص كل الحلول الدبلوماسيه وبيقول له انه لازم يحارب علشان يرجع الارض تاني. مروان بيرجع للندن علشان يقابل داني وبيقول له ان مصر هتعبر القناه بعد 4 ايام وقت الغروب. داني بيقول له انت متاكد من الكلام ده؟ مروان بيقول له انه هيرجع القاهره يوم السبت، لو حصل اي تغيير هيقابله الجمعه بالليل. فبيقول له طب لو ما حصلش اي تغيير؟ مروان بيرد عليه بيقول له يبقى الحرب. داني بيروح يبعت رساله للموساد وبيبلغهم باللي مروان قاله. مروان بيجهز نفسه علشان يسافر، فمراته بتقول له انها تعبانه. فبيخرج وبنشوف داني واقف مستنيه في المكان، بس مروان مش بيروح له وبيكون رايح يجيب علاج لمنى مراته. طبعا داني فكر كده ان الحرب خلاص قربت بس مش بيحصل اي حاجه. فبنشوف داني وجوده وهم قاعدين ورئيس الموساد بيقول لهم ان حركه زي اللي حصلت دي اننا جهزنا 10000 جندي، ده غير الاحتياطي اللي هم معظمهم اصحاب متاجر ودكاتره ومحامين، وانهم بيكلفوا الاقتصاد ملايين الدولارات بسبب خبر كاذب من مصدرهم. داني بيحاول يقنعه انه كان متاكد ان الخبر صح وممكن يكون حاجه حصلت. تشوف مروان بعد كده ورئيس السادات وبيطلب منه انه يروح ليبيا يقابل العقيد القذافي علشان يساعدهم بالبترول، وبيقول له لو عملت كده واقنعته هخليك المندوب الخاص للدول العربيه. نروح لقصر العقيد القذافي في ليبيا وبيقابل العقيد وبيطلع له ملف وبيقراه وبيقول له انه موافق، وبيقول له بس لو عمل اتفاق مع امريكا او الكيان هيخليه يدفع ضعف البترول. فبتتم الصفقه وبيمشي. بنشوف مروان بعد كده وهو خارج من الفندق ولسه هيركب التاكسي، فبيشوف ان في حد بيراقبه فبيركب بسرعه وبيطلب من السواق انه يسوق بسرعه علشان يهرب منهم. بينزل من التاكسي بعد كده وبيركب الاتوبيس وفعلا بيعرف يهرب منهم. بيروح يقابل داني في مكان مهجور، فداني بيطلع بسرعه وبيخبطه وبيقول له انه كذب عليه وان ما كانش في حرب وانه اتصل بالسفاره من الاول علشان يوصل لكده وانه يضحك على الموساد. مروان بيحاول يشرح له ان ما كدبش عليه وبيقول له انتم عايزين حرب تانية لان انا مش عايز حرب. فبيدي له ملف جديد فيه كل الخطط اللي هتقوم بيها مصر علشان تدخل سينا. داني بيتعصب عليه وبيقول له تاني. مروان بيقول له انه وصل للخطط دي من اللواء الشاذلي شخصيا بعد الاجتماع مع السادات، وبيقول له عايز تستخدمها استخدمها انت حر لان مفيش وقت. بنروح لمقر رئيس السادات واللواء الشاذلي بيحاول يعرف غير رايه ليه في الهجوم، فالسادات بيقول له انه ما غيرش رايه بس كان شايف ان ده مش الوقت المناسب، فبيطلب من شخص انه يكلم مروان ويقول له يرجع القاهره. بنشوف مروان بعد ما رجع القاهره وهو خارج من بيته وبيركب عربيته وبيروح مكتبه. بيروح لمكتب الرئيس السادات علشان يمضي اوراق، فبيجي شخص يقول له ان في حد اتصل بيه بس ما قالش اسمه وبيقول له انه اتكلم عن تسليم شحنه كيميائيه. مروان بيسمع الجمله دي فبينصدم وبيقلق وبيقول له ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. السادات بيقول له ايه علاقتك بالمواد الكيميائيه؟ فبيقول له انه ما يعرفش حاجه وممكن يكون الرقم غلط.
بنروح مطار لندن وفي واحده بتخبط في مروان وبتديله ظرف وبتقول له انه من أليكس. From Alex. يروح العنوان اللي في الورقه وبيروح يركب الاسانسير، فبيحس ان في واحده بتراقبه، فبيحاول يهرب منها، فبيخرج للشارع، فبيلاقي الشخص اللي دايما بيراقبه واقف مستنيه. مروان بيجري منه فبيجري وراه لحد ما بيمسكه وبيدخله العربيه بالعافيه، فبيروح على مكان بعيد مهجور وبيكون مستنيهم جوده. جوده بيقول له فاكرني؟ فبيقول له ايوه فاكرك، انت عايز مني ايه؟ فبيقول له فين أليكس؟ جوده بيضربه وبيقول له انسى أليكس، وبيقول له انهم دفعوا مرتين مقابل معلومات غلط. مروان بيقول له ان المعلومات كانت صح وانه مش ذنبه ان السادات غير رايه. جوده بيطلع صورته هو وعيلته وبيخوفه بيها. مروان بيقول له انت عايز مني ايه دلوقتي؟ فبيقول له مصر هتحارب ولا لا؟ فبيقول له ايوه هيبقى في حرب. فبيوجهوا مسدس عليه. مروان بيقول لهم انتوا عايزين تنقذوا نفسكم وعايزين تنقذوا جنودكم، يبقى لازم تدخلوا في حوار علشان ترجعوا ارض سيناء. مروان مش بيكون خايف وبيقول له عايز تضرب نضرب. فجوده بيقول له سيبه ويخليه يرجع لوحده. بيروح لمراته منى وبتكون راجعه البيت هي وابنها. فجاه بيطلع ناس مغطين وشهم بيمسكوها بيقولوا لها فين الخزنه؟ فبتقول لهم ان مفيش خزنه عندهم. واحد منهم بيهددها وبيقول لها لو قلت حاجه عن اللي حصل هنا هنقتلكم. بيسيبوها وبيمشوا، فبتجري علشان تشوف ابنها، فبتلاقيه لسه عايش. بتكلم مروان جوزها وبتحكي له عن اللي حصل. فبيروح مروان لأليكس وبيكون مع عيلته. أليكس بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ مروان بيقول له ان حياته في خطر. أليكس بيقول له اياك تجي لي لما اكون مع عيلتي. فمروان بيقول له طب وعيلتي؟ فبيقول له ما تفكرش ان الموساد عيله كبيره سعيده، ده في انقسامات وكل واحد ليه راي وانا مش قادر اتحكم فيه ولا في كذبك، علشان كده انا انسحبت وانا مش هقدر احميك لما تغلط. مروان بيقول له ممكن تتكلم معاهم؟ فبيقول له الامور مش بتمشي كده، انت عملت غلطه كبيره يبقى لازم تعمل حاجه اكبر علشان تكسب ثقتهم تاني. مروان بيرجع بيته بياخد مراته وابنه وبيركبهم عربيه. بيقول لمراته ان في ناس في جنيف بيثق فيهم هم اللي هيحموها، وبيقول لها كلها يومين وكل ده هينتهي وانها لازم تثق فيه. بيودعهم وبيدخل البيت. بيظهر على التلفزيون اخبار عن طياره ليبيه وقعت في أسينا بسبب العواصف، بس الحقيقه ان طياره حربيه هي اللي وقعت الطياره عن طريق الخطا وكان عليها 113 راكب. فبيظهر القذافي في التلفزيون وبيقول انه هينتقم من الكيان على اللي عملوه ده. فمروان بيقول للسادات انه عايز يقابل القذافي علشان ينفذ اللي هو عايزه. بنرجع لمروان تاني وهو في المطار لما كان معاه صواريخ في الشنطه، وبيحكي للسادات انه هيكون وسيط وان هو اللي هيهرب السلاح للمقاتلين، وبيقول له انه هيطلب من صديق ليه في المخابرات الايطاليه علشان يضمن ان المهمه تفشل، وكمان بياخد قطعه من السلاح. المقاتلين بيجهزوا نفسهم علشان يضربوا الطياره بس مش بيعرفوا والسلاح بيكون بايظ، فبتوصل الشرطه وبتموتهم كلهم. 4 اكتوبر سنه 1973 شقه ديانا في لندن. بيجي لها تليفون وبيكون مروان بيقول لها انه عايز منها مساعده. بيكلم بعد كده أليكس وبيقول له اتمنى ان انتوا تقدروا ان انقذت طياره في روما عليها 120 شخص. أليكس بيقول له عايز ايه؟ فمروان بيقول له مفيش وقت اشرح، وبيقول له على الشفره اللي متفقين عليها، وبيقول له ان في شحنه نفايات بوتاسيوم، وبيقول له انه عايز المدير شخصيا. أليكس بيقول له انت فين دلوقتي؟ فمروان بيقول له هيحصل حرب، وبيقول له على المكان والوقت اللي هيتقابلوا فيه، وبيكون مروان مشغل الراديو جنب التليفون علشان ما يعرفش مكانه. أليكس بيكلم مدير الموساد وبيقول له انه عايز يقابلك شخصيا. بيساله هو فين؟ بيقول له انا سمعت كلام عربي جنبه وشكله في القاهره وانه قال بوتاسيوم وهو اول مره يستخدم الكلمه دي. مدير الموساد بيقول له ان اللي عمله في روما ده كان عمليه انتحاريه وانه انقذ عدد كبير من الصهاينه اللي كانوا على الطياره، فبيكون متردد انه يقابله وفي نفس الوقت خايف تكون المعلومه حقيقيه وانه ما عملش حاجه. مروان بيقابل ديانا وبتبدا انها تصوره، بس بيكونوا متفقين وبيطلب منها انها تصور الناس اللي بتراقبه. فبيخرج وبيركب معاها العربيه وبيروح معاها شقتها. في حد بيطلع وراهم وبيكون في واحده ثانيه بتراقب، فبتصورهم بعد كده وهم مع بعض، وبيكون مروان قاصد يعمل كده فخطته بتنجح وبيجهز نفسه علشان يخرج. ديانا بتقول له اخرج من الباب اللي ورا هيطلعك على شارع تاني مفيش حد هيشوفك منه. مروان بيخرج وبيروح علشان يقابل مدير الموساد وأليكس، فبيقول له ان السادات ناوي يحارب بكره والسوريين هيساعدوه. مدير الموساد بيقول له جبت المعلومات دي منين؟ بيقول له من السادات شخصيا واللواء الشاذلي. أليكس بيقول له امتى؟ فبيقول له انا لسه عارف امبارح ان الحرب بكره. مدير الموساد بيقول له انا عايز وقت محدد. فمروان بيقول له انهم هيضربوا بكره الساعه 6 لما تكون الشمس وراهم. مروان بيقول لهم ان الحرب هتخلي طيارات الركاب تنزل في دول تانية، ممكن تتاكدوا من شركه مصر للطيران بس لازم تعملوا ده بسرعه. وبيقول له ان الروس بعتوا صواريخ مضاده للطيارات. مدير الموساد بيقول له انت قلت مرتين قبل كده ان في حرب وما حصلش حاجه، ايه اللي يخلينا اصدقك المره دي؟ مروان بيقول له لو ما عملتش ده هيموت ناس كتيره. أليكس بيطلب من مروان انه يقعد في الاوضه الثانيه. مدير الموساد بيقول لأليكس لو بيكذب هيكون اكتر واحد بارع في الكذب شفته في حياتي. فأليكس بيطلب منه انه يبعت المعلومات. مدير الموساد بيقوم يقول لمروان ان لو بعت انذار بالحرب في يوم العيد بالذات ومفيش حرب حصلت هيكون ده نهايه علاقتنا. فبيخلصوا وبيمشي مروان، فبيديله أليكس شنطه فيها فلوس. مدير الموساد بيقول لأليكس مش عارف اعمل ايه، هل ده كذبه تانية ولا فعلا في حرب؟ فأليكس بيقول له انه مصدقه. بيبعت رساله فيها المعلومات وان في حرب يوم 6 الساعه 6. بنشوف مروان وهو قاعد في بيته وبيفتكر كل اللي حصل، وبنعرف انه كان متفق مع السادات على كل اللي حصل وعلى المعلومات اللي بعتها للموساد وان كل ده كان خدعه، ومروان بيقول له على الخطه اللي المفروض ينفذها. فبنشوف بعد كده على التلفزيون اخبار بتقول ان الجيش المصري
المصري والسوري بدأوا الحرب الساعة 2 الظهر. مروان بيكون قاعد بيشوف السادات في التلفزيون وهو بيقول الخطاب بتاعه، فبيشوف صورته لما كان مع ديانا فبيعيط. بنشوف مروان بعد كده سنة 1983 في لندن بعد ما الحرب خلصت، وهو بيقابل أليكس بيسأله على مراته وابنه وبيديله هدية. أليكس بيقول له بعد الحرب حصل تحقيق كبير عنك واتهامات كتير. مروان بيقول له انا لو هناك كنت قلت لهم هل بقى في سلام بين مصر وبينكم، فبيخلصوا حوارهم وكل واحد بيمشي في طريق. بيتوفى اشرف مروان في ظروف غامضة في لندن سنة 2007 وبينتهي فيلمنا. شكرا للمشاهدة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.